our preparation, we have around 5 weeks camp in Cairo. We stay together with around 30-35 players. Then slowly every week they reduce the amount for last 25, 23, and now we are here with this team. طبعا احنا منذ 5 أسابيع يعني عسكرنا في مصر، وعسكرنا بحوالي 35 لاعب، وعملنا في فترة تحضير على تقليص العدد للوصول إلى 23 لاعب، واليوم ها نحن هنا. The player hard work, really. I am satisfied with the preparation because every training the player do all the best what they can. But if it's enough or not, we will watch after the tournament, after the games. اللاعبين يبذلوا جهد كبير جدا في التدريبات من خلال فترة التحضير، لكن كيف سيكون المستوى هذا يمكن نعرفه بعد المباراة الأولى. And I am also happy that I am back in Iraq after half a year, and also I am happy that AFC and FIFA agreed to organize the tournament here in the Basra, in the Iraq, after a long time. And I think until now the stadium, accommodation, everything is really very well, and we are happy for this. طبعا هو سعيد بعودته مرة أخرى إلى العراق بعد تجربته السابقة في العراق، وسعيد جدا أنه تم الموافقة على إقامة هذه البطولة في البصرة، وكل شيء يسير على ما يرام، الملاعب بشكل جيد والأمور كلها تبشر بخير. طيب الآن الأسئلة واللي أحب أنا أقول أنه نميل على زملائنا من العراقيين لصالح الأخوة من الصحفيين والإعلاميين العرب. تفضل كابتن. من اليمن علي سرحان، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الرياضي الصادرة عن الاتحاد الإعلامي الرياضي اليمني. ما من شك بأننا في اليمن نرى بأن المجموعة التي تشارك اليوم هي مجموعة الغد وليس مجموعة اليوم. للظروف التي يعانيها البلد من ناحية، والظروف الأخرى التي يعاني منها اتحاد الكرة أيضا، وشحة الإمكانيات التي واجهها. لكن عندنا في اليمن أمل. أحبط عندما صرح الأخ الكابتن بأنه لا يوعد بشيء. مع إدراكنا السابق بأننا أمام منتخب آمال وطموح للمستقبل. يا ترى هل هناك بصيص من الأمل بأن يغير المدرب من رأيه خلال ال10 الأيام السابقة ويجعلنا نكون الحصان الأسود في هذه المواجهات؟ لعل وعسى. How can I promise the Yemeni fans that I now to start to talk that we will win, inshallah? Because in the history, Yemen didn't win until now, no one game. كيف يوعد يعني اليمنيين انه نحن ممكن نفوز؟ يعني التاريخ يقول انه احنا اصلا ما قد فزناش في هذه البطوله ولا مباراه. I'm not liar. ما يحبش يكون كذاب. I just only want to say that really, after Matari, after everybody, they hard work. They will do everything, all the best on the pitch every game. I trust the team. But I cannot promise now how we play. When we play well, when we play draw, when we win the game. For me, if the player, my team do all the best on the pitch and go out of the pitch with the hands up, I will be happy. Even when we lose the game, and I will be happy. Because our quality of the team is not similar than our opponent. بالنسبة طبعا هو يقول اللاعبين بيشتغلوا بشكل جيد بشكل قوي. الناس بتعمل في الملعب وهو يثق باللاعبين وعنده يعني ثقة كبرى بالنسبة للاعبين، انهم يلعبوا المباراة ويأدوا بشكل جيد.
يخرجوا مرفوعي الراس بيكون راضي عنهم تماما. هذا هو الهدف بالنسبه لي. I just say before that if you want to compare us on the pitch with Oman, with Saudi, with Iraq, then you want to also compare it our condition for preparation, compare it our team. Saudi have a top league. Saudi have everything for preparation. We don't have a league. We don't have enough money from AFC, from the government. You know, you have to also compare in these cases, not only us on the page. وقالها في السابق انه اذا تقارنوا بيننا وبين الفرق المنافسه يعني في الملعب في 90 دقيقه لعب، يجب ان تقارنوا ايضا حول الظروف المحيطه المساعده اللي هي الدوري، اللي هي الاعداد والتحضير، او نقول الحاله الماديه. هذه الامور كلها يجب ان تدخل في المقارنه. طيب سؤال اخر تفضل. محمد الشومي مراسل قناة اليمن الفضائية. كوتش سكوب، يعرف اليمنيين جميعا أنك أول مدرب يكتب تاريخ جيد لكرة القدم اليمنية من خلال المشاركة في خليجي 22 التي كانت في الرياض وتسجيل أول تعادلين في هذه البطولة. هل جئت من أجل أن تكتب تاريخ جديد أم أن تنسف تاريخك السابق وأنت تعرف الكثير من المشاكل التي رافقت حضورك لتدريب المنتخب اليمني؟ السؤال الآخر للكابتن عبد الواسع المطري، بدا عن حالة الانسجام سيما وأن المحترفين انضموا مؤخرا ولدينا منتخب شاب أكثر من 15 لاعب تقريبا يتواجدون في التشكيلة ومعظمهم يلعب مع المنتخب الوطني لأول مرة. وإذا قيل أن هناك منتخب رديف جيء للمشاركة من المنتخبات الأخرى، هل نستطيع القول أيضا أن منتخبنا الوطني الذي جاء لهذه المشاركة هو منتخب رديف لأنه لا يوجد فيه سوى 5 لاعبين فقط من المنتخب الأول السابق؟ شكرا جزيلا. As I say before, I am the second time on the Gulf Cup with the Yemen national team, 2014 in the Riyadh. First my experience, great time because we played 2-time draw against the Bahrain and Qatar. Everybody was happy in the country. But after that, 2015 started the war. And now 8 years, the Yemen country, it's under the war. There is a new situation now. This is not same. We don't have a similar team. We don't have the same team. We have a new players. Some of the players was with us. Matari, Surore, and other player, Mudir, was with us also. But they are still with the team. But we want to watch forward. We want to start to build a new team. And I am with the team just only 5 weeks. I don't know any coach who can change everything after 1 month, after 6 weeks. Even Mr. Machala from my country. Maybe you know him, everybody. And that our job for me is a future job. Now this is the first our experience on the Gulf Cup, and then front of other tournament, and also this year other Gulf Cup in the Kuwait. And then you can push to me much more after 1 year. But please be patient with us, give us the time, and trust our team that the player, me, and everybody do all the best. طبعا هو للمرة الثانية مع المنتخب اليمني في كأس الخليج. استطاع في المرة الأولى التعادل مع قطر والبحرين وعمل مستوى جيد. طبعا من 2015 صارت أحداث اللي صارت في البلد، و8 سنوات نحن يعني تحت ضغط الظروف اللي كلنا نعرفها. الآن وضع جديد ولاعبين جدد، وتعرفوا انه هو بيشتغل اليوم للمستقبل. هو له 5 أسابيع فقط مع الفريق، يعني في 5 أسابيع يعني ما هو الذي ممكن يعمله في 5 أسابيع. يعني حتى يقول ما شاء الله اللي تعرفوه ايش ممكن يعمل كخبير. هو بيشتغل من اجل القادم، من اجل المستقبل، من اجل المستقبل. كأس الخليج القادمه في يناير القادم ممكن هنا تستطيعوا الضغط عليه وتقولوا له ماذا عملت
هو يقول للجميع يعني اتمنى ان تعطونا الفرصه والوقت والصبر على اللاعبين، لان هناك لاعبين جدد وعندنا من اللاعبين الخبره الاولين، لكن هو بيشتغل بشكل اكبر لبناء فريق للمستقبل. طيب الان في وقت عندنا بسيط بقى فقط للاعبين. بس اخر سؤال من هاي الجهه بعدين. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، احب اشكر العراق واهل البصره على الحفاوه والاستقبال الاكثر من رائع. ثانيا من ناحيه الانسجام، كما تعرفون 5 أسابيع اعتقد قليله يكون فيها الانسجام، لكن كل ما نعتمد عليه هو حماسه اللاعبين. مللنا من الكلام ومن وضع اليمن في كل مؤتمر صحفي او في كل بطوله خليجي، الكل يعرف ذلك، لكن املنا في الشباب ان شاء الله. 80% اعتقد من المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب كذلك، فيعتبر ان احنا شاركنا بالردي في منتخب الشباب، ومع ذلك نطمح الى تحقيق اول فوز ان شاء الله من خلال مباراتنا الاولى امام المنتخب السعودي. تفضل بس اسال سؤال. كوتش، حدثنا عن المباراة الأولى مع المنتخب السعودي وهي تحضيرات المنتخب اليمني، خاصة وأن المنتخب السعودي يلعب الردي، فهل لديك فكرة عن هذا المنتخب؟ I think every coach has full information about opponent. Also, I think the Saudi coach have information about us, but yes, we find the many information because we know about the quality of the Saudi Olympic team. 2 months ago, they win the West Asia game with the Olympic team. Coach is the same coach. Also, I think 6 or 7 players from this team are here. We can support that many of these players will play also against us, but we don't want too much think about that. This is not the team from World Cup. That is only Olympic team, because also any team of the Saudi have a really very good quality, and I think the Saudi have a good idea, because next year or this year is qualification to the Olympia game to French, and then want to support very well the Saudi team under 23, and we are ready for this team. We saw the many games of Olympic team. We know about the quality of the player, but this is just only information. Result is on the page. Yes. طبعا بالطبع انه كل مدرب يعني لما يلعب اي منافسه بيبحث عن معلومات عن فريق المنافس، ايضا هم عندهم معلومات حولنا وبحثوا اكيد. نحن لدينا معلومات طبعا، ونقول انه ممكن يكون الفريق الاولمبي فعلا، هم الفريق الاولمبي لازم تعرفوا انه فاز في البطوله الاسيويه تحت هذا 20 سنه، وايضا يتاهل الى الاولمبياد. معاهم المدرب فتره طويله بيشتغل معاهم 6 إلى 7 لاعبين تقريبا متواجدين او اكثر في هذه البطوله. اكيد انهم بيلعبوا ضدنا. طبعا احنا ما نفكرش هذا المنتخب الاولمبي ولا المنتخب القادم من كاس العالم، في الاخير المنتخب السعودي هو المنتخب السعودي، والمنتخب السعودي يعتبر بالنسبه لنا قوي، وهم جاهزين اكيد، ولهم طموح كبير بتحقيق البطوله، وايضا عندهم طموح لاعداد هذا المنتخب للمستقبل. نعرفهم اكيد، ولكن في الاخير يعني هذه مجرد معلومات، يعني في الملعب في اشياء اخرى ممكن تحدث. لدينا سؤال اخير فقط من صالح سعيد. شكرا سكوب، اهلا بك مره اخرى في العراق وفي البصره تحديدا. يعني هذه البطوله نعتقدها استثنائيه من جنبتين، الاولى انها جماهيريه ستتميز عن البطولات السابقه، والثانيه هي مشروعيه لثمان فرق بتحقيق الفوز. نعتقد ان الثمان منتخبات لها مشروعيه الفوز، ولكني اسمع من السيد سكوب واقعيه ليست سلبيه ولكنها قاتمه. شكرا. Gulf Cup, it's the amazing tournament, not special tournament, because the tournament is without qualification. All the
teams can join and play the tournament, not play any qualification. And then we are also here. I'm anytime optimistic, but I also want to watch the real situation. And the Saudi team play, no, not same team, but Saudi play 1 month ago World Cup. And we don't have a half a year friendly games. This is the same as I ask you, how can you compare it, the tuk-tuk and Mercedes? It's also, we can compare it, because good driver with a tuk-tuk, yes, and bad driver with a Mercedes, but the quality is different. But I don't want to say that our team is tuk-tuk. No, I don't want to say like this. I'm optimistic because I saw my team on the training. They are hard work. But I don't want to tell you before if will be enough or not. But they will do, for sure they will do the maximum. We are also doing every day the maximum. But I don't know if will be enough. Yes, this is my answer. Not they are pessimistic. No, never. But I don't know before the game. You can ask me after the game. طبعا كأس الخليج يقول هي بطولة مميزة جدا وهي بدون تصفية تأهل، يعني عشان كذا نحن موجودين وبنلعب فيها. طبعا هو مش متشائم ولكنه واقعي جدا. طبعا الفريق السعودي زي ما تعرفوا لعب كأس عالم وجاب مقارنة بسيطة، يعني كيف نقارن بين التوك توك والمرسيدس، تمام، يعني فرق برضه في الكواليتي او في الجودة حق الحالتين، ولكن مش عايز يقول انه احنا فريقنا هو الاضعف او فريقنا هو التوك توك، بالعكس فريق عمل بجد وهو ايضا عمل كل ما يستطيع بشكل جاد ويثق في فريقه. يعتقد انه هذا السؤال انه كيف بيكون الوضع تساله بعد المباراه بيكون الوضع اوضح بالنسبه له. طيب بما انه الاسئله لم تتاح للكابتن عبد الواسع، فاحنا راح نوجه له سؤال، نقول له هل هذه الظروف التي يمر بها اليمن كبلد وايضا الظروف اللي يتكلم بها الواقعيه للمدرب، هل ستؤثر عليكم سلبا ام ستكون دافع لتحقيق انجاز؟ هي دائما ما تكون مؤثره سلبا على مرور السنوات السابقه، لكن ثقتنا بالمدرب مثل ما المدرب واثق فينا كلاعبين احنا راح نقدم افضل ما لدينا. ومن هنا اوجه دعوه للجمهور العراقي، يعني احنا منتخب اليمن عانينا زيكم، يعني ما لعبنا في ارضنا لمده اعتقد 20 او 10 سنين ولا زلنا، فنتمنى انهم يكونوا مهاجرين للمنتخب اليمني لانهم مروا بالظروف التي احنا مرينا بها او جمهورنا مر بها. شكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا. شكرا ايضا موصول للزملاء. نذكركم بانه تدريبات المنتخب اليمني ستكون في ملعب الميناء الساعه 2. تدريبات المنتخب اليمني الساعه 6 راح نتاكد ايضا. هذا كان المؤتمر الصحفي للمنتخب اليمني، تحدث عن مشاركته في بطولة خليجي 25 خليجي زين 25 في البصرة، والاستعدادات والتحضيرات قبل مواجهة المنتخب السعودي